شوفي يا حبيبتي، صلي على النبي. هجاوبك من اخر السؤال، ان في بعض الناس انتي بتهزري عليهم او بتتريقي عليهم وناس معينه. هجاوبك من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومش طبعا ما بنجيبش حاجه من كيسنا، محدش بيجيب حاجه من كيسه. انه ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلمزوا انفسكم. سبحان الله، انه سماها انفسكم، سمى اخوك المسلم نفسك. ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا تنابزوا بالالقاب. ويل لكل همزة لمزة. وربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لما سيدنا معاذ قال له: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذين يعني بالكلام اللي احنا بنقوله ألسنتنا؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أو هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وخدي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى قال حصائد، يعني نتيجة الكلام اللي انت بتقوله، مش الكلمة اللي بتترمي وخلاص. الكلمة مش بتترمي وخلاص، الكلمة ليها أثر وليها ثمرة، سواء ثمرة فاسدة أو ثمرة صالحة، أي تصلح للأكل. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فحصاد الكلمة اللي انت هتقوليها هتؤتي أكلها كل حين، سواء كنت بتقوليها لنفسك، أو سواء كنت بتقوليها لولادك أو لأصحابك أو لأخواتك أو لجيرانك أو لأهلك أو كل الناس اللي حواليكي. أي كلمة هتقوليها هتؤتي ثمارها وتؤتي أكلها، سواء هتؤتي ثمارها بقى ثمارها الطيبة أو ثمارها الفاسدة. هتؤتي حصادها، إما إن هي هتصلح النفوس وتجبر القلوب، أو إن هي هتؤذي النفوس وتكسر القلوب. بالتالي من كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول خيرا أو اصمت. جبر الخواطر والكلمة الطيبة صدقة وكل الكلام ده. وأول حد هيستفاد أو هيتأثر زي ما قلت لك بالكلمة اللي هيقولها هو أنتي. أنا إما بقول كلام سلبي وكلام طيب هيعود عليا، ونفسي أولى الناس إن أنا أقول لها كده، وبعد كده الأقرب فالأقرب ثم إيه؟ الدايرة العامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا حبيبة قلبي، ما قولش إن إحنا بنهزر، ما قولش إن إحنا بنضحك، ما قولش أصل مش كل الناس. لا، ربنا سبحانه وتعالى من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وأكتر عمل يقربك لربنا أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. أي إنسان في الدنيا، مش مسلم واحد بس، أي إنسان في الدنيا، أي إنسان في الكون. وزي ما قلت، أنت أول حد يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب انك تدخل على قلب السرور. فنخلي بالنا من كلماتنا. وما ينطق من قول الا لديه رقيب عتيد. اسال نفسي كده: هو الكلمه اللي انا هقولها دي هتتكتب في ميزان حسناتي ولا سيئاتي؟ هتتكتب في اليمين ولا في الشمال؟ لما افتح صحيفتي امام ربنا سبحانه وتعالى واقف قدامه يوم القيامه واقراها، هبقى مبسوطه ان انا قلت الكلام ده ولا لا؟ فدي اول نقطه. بالنسبه بقى للنقطه الثانيه اللي انت ذكرتيها، ان هو في ناس اذوكي وظلموكي وانت بتشتكي وبتتكلمي كتير يعني بتجيبي سيرتهم. خليني اقول لك اول حاجه، بما انك ذكرتي كلمه ان شعورك ان هم اذوكي وان هم ضروا بيكي، فشعور طبيعي ان انا ابقى متضايق. واوقات كتير ممكن يمر علينا تساؤلات: هو انا عملت صح؟ هو انا صرفت غلط؟ هو انا ليه عملت كده؟ هم ليه عملوا معايا كده؟ هم ليه اذوني كده؟ ما عملتش معاهم حاجه وحشه والى اخره. طب التساؤلات دي مفترض مني ان انا اعمل فيها ايه؟ الاقي لها اجابه عشان اقفل الملف اللي في مخي او اللي في قلبي، عشان اقفله، عشان ما يفضلش الشيطان يدخل لي كل شويه من نفس الباب ويلهيني عن الاصل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشانه. النقطة اللي بعدها بقى، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقال: وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، سخرنا لبعض. المطلوب مني ايه؟ ان انا حتى لو هتكلم وهشتكي وهقول اللي جوايا عشان خاطر الاقي الاجابات والاقي واقفل الملفات اللي في قلبي وعقلي، اختار مين اللي هتكلم معاه، مش اي حد وخلاص هفضل اكرر الكلام واعيد وازيد واجيب سيره الناس اللي اذوني الى اخره، ومفيش اي حاجه بتتحل. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتكلم مع حد مختص. فالمستشار المختص هيرشدك ويدلك للخطوات، والخطوات كالاتي: رقم 1، انك تتقبلي مشاعر الاذى اللي انت مريتي بيها. رقم 2، ان انا اعترف بيها واديها اسم. ادي اسمك مشاعر: انا حسيت بالظلم، حسيت بالقهر، حسيت بالكسر، حسيت بالذل، حسيت بالاهانه. كل المشاعر السلبيه حتى لو كان يعني وصفها شديد او وصفها قاسي، اديها، تقبليها واديها اسمها. طيب تالت حاجه اعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا احنا من بعده
وإنا لنعلم أنه ليضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تسبيح، سبحي بحمد الله جل جلاله، اسجدي حتى لو مش عليكي صلاة. وإيه كمان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. يعني معناها ايه؟ معناها وانا بسبح بحمد ربنا علشان اعالج الاثر او الاذى النفسي اللي اتعرضت له من الكلام او من الموقف اللي حصل لي وانا بتحرك. حين تقوم، وانت بتتحرك سبح بحمد ربنا، وانت بتتحرك سبح واذكر ربنا، وانت بتتحركي وانت بتشتغلي وانت بتعملي دورك اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامك فيه. مش بس كده، سبح بحمد ربك. يعني اعمل ايه؟ اعمل عبادة الامتنان، افتكر الحاجات الحلوة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاني او موجودة في حياتي واحمد ربنا جل جلاله عليها، اعدد النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اياها، اعدد النعم. مش بس كده، لما اخلص المرحلة دي والخطوة اللي انا قلتها لك دي مش لازم تعمليها بالترتيب، اللي ربنا سبحانه وتعالى يلقيه على قلبك وقتها اعمليه. يبقى اتقبل مشاعري، اديلها اسم، اتكلم مع حد مختص عشان ما تكرر وانا هفضل اكرر واعيد وازيد واجيب في سيره الناس ومفيش اي حاجه بتتحل. لا، الموضوع عمال يزداد عندي سلبيا عشان عمال اردد الكلام السلبي اللي جوايا اللي مفيش نتيجه بلاقيها منه، يعني ما بلاقيش حل للمشكله اللي انا متعرضه لها نفسيا. طيب مع حد مختص يدلني ويرشدني ويساعدني بان انا اعمل الخطوات اللي انا قلت لك عليها. رقم 1: اذكر ربنا سبحانه وتعالى واسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى واعدد النعم اللي عندي، واسجد لو مش عليا صلاه، او اصلي يوم اتوضى واصلي ركعتين لله واستعين بالله سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله هيرشدني ويدلني للحد المناسب اللي هيخليني اخد الخطوات المناسبه. لكن اقعد اتكلم واعيد وازيد واجيب في سيره الناس، ليكي حق انك تدعي على اللي ظلمك، لكن خليني اقولك ان المختص هيساعدك ويقولك هو فعلا ظلمك ولا انا اللي مش شايف، ولا انا اللي مش واخد بالي، ولا انا اللي اخطأت في حق نفسي وانا اللي ظلمت. فهبدأ اشتغل عليها واشتغل على نفسي واشتغل على تصحيح المفاهيم اللي عندي وتصحيح المعتقدات اللي انا ماشي بيها غلط في حياتي وهكذا. يبقى اسبح بحمد ربنا، اكون من الساجدين وانا قايم وبتحرك، وانا بتحرك وبقوم بدوري اللي ربنا سبحانه وتعالى اقامني فيه، وبستعين بمختص يساعدني ويدلني ويرشدني واتكلم معاه عشان يقفل معايا عندي الملفات اللي في قلبي وعقلي وروحي. وربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويقوينا ويعينك يا حبيبه قلبي وييسر لك كل امر. لكن اني اتريق على الناس لا، اني استهزئ واهزر بدعوى الهزار والسخريه لناس معينين مفيش، ربنا ما فصلش. لكن اخد بالي هل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال كلمة طيبة قل خيرا أو اصمت. ده خليه شعارك في الحياة، قل خيرا أو اصمت. يا الكلمة أطلعها حلوة يا إما اسكت، مفيش داعي. وقبل ما أتكلم زي ما نقول كده للأطفال للناس كلها عادي بديهي كده، أعد من 1 ل10، أعد من 10 ل9، العكس عشان تدي مخك إشارة عكسية تدينا إنه يلفت انتباهه إيه لحاجة تانية. ربنا يبصرنا ويعلمنا ويفهمنا ولا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا ويعفو عنا جميعا ويعافينا. وادعي ربنا في الايام المفترجه دي، لسه في وقت، لسه في فرصه، رمضان لسه ما خلص وليله 29 لسه هتيجي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لو عفى عنك هيزيل اثر الاذى النفسي والالم اللي في قلبك تجاه شعورك او المشاعر السلبيه اللي انت حاسه بيها تجاه من ظلمك او من اذاكي.